السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى متابعين؟ النهاردة ان شاء الله فيديو جديد هنعمل مع بعض مضغوط الدجاج بطريقة كده سهلة وبجد الطعم خرافة. اول حاجة كده جبت الفرخة بتاعتي ونقعتها في مية وقرفة ولورا وحبهان وقرنفل وزر ورد وكمان نجمة ينسون ومعلقة كبيرة من فلفل اسود الحصى ومعلقة زعتر وليمونة معصورة ومعلقتين كبار من الملح ومعلقة كبيرة من السكر. سبتها في المحلول دوت لمدة ساعتين وبعد كده غسلتها كويس جدا. جيت بقى على النار حطيت الحلة بتاعتي وفيها اي مادة دهنية براحتك خالص. وكمان حطيت البصلاية بتاعتي لحد ما دبلت كده ونزلت عليها بالتوابل اللي معايا. معلقة كبيرة من توابل المضغوط ومكعب مرق وحبهان وفلفل اسود وقرفة وقرنفل ولورا وكزبرة ناشفة ورشة زعفران وخرنجال. حطيتهم كده اتحمصوا مع بعض وبعد كده رحت نازلة بالفرخاية بتاعتي بعد ما قسمتها نصين بالشكل ده كده. وحطيت حوالي معلقتين كبار من صلصة الطماطم او معجون الطماطم. وسبتهم يتحمصوا شوية وبعدين نزلت بالخضار معايا فلفل الوان احمر اخضر اصفر والطماطم وجزر مبشور. عايزة تستغني عن الكلام ده كله مفيش مشكلة بس برضو بيدي طعم جميل جدا. حطيته كده وقلبته شوية مع الفراخ. وبعد كده كمان نزلت بالمية السخنة معايا مية بتغلي. حطيتها لحد ما غطيت الفراخ كده وسبتها تقريبا من 20 ل25 دقيقة لحد ما بدأت تدخل في السوا. في الوقت ده طبعا انا غسلت الرز البسمتي بتاعي وسبته يتصفى تماما علشان بعد كده اضيفه على المية واظبط الملح بقى بتاعها. ولو عايزة اي ملح بقى تاني نزود واحنا قبل ما نحط الرز. المهم انا احط الملح دلوقتي وهسبتها دقيقة بس مع الفراخ وبعد كده حطيت الرز بعد ما غسلته كويس جدا. هظبط بقى الدنيا كده واقلبها واسيبها بقى تتشرب مع نفسها وهوطي عليه اول ما يتشرب. مش هياخد معايا تقريبا 20 دقيقة 25 دقيقة وهيكون استوى. بس طبعا اول ما هيغلي كده هنزل باخر حاجة هما 3 فصوص توم كده على الوش وهقلبه وبقى هسيبه لحد ما يستوي خالص. هنا خلاص بدأ يتشرب اهو هوطي عليه وبعدين نقدمه مع بعض. بجد الرزاية حلوة قوي والفراخ مستوية والطعم الرز واخد من كل التوابل والخضار اللي حطيناه. لازم تجربوا الطريقة دي وتقولي لي رأيكم ايه. بجد طريقة سهلة جدا وطعمها حلو جدا ومميز. والرز كده مفلفل وطعمه حلو قوي. وكمان الفراخ دايبة بجد مش محتاجة اي كلام انتوا اكيد شايفينها. يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والشير واللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.